الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده الباتون ساليه بكل سهوله في البيت، لان اسعاره بقت بجد خزعبليه جدا. انا هقول بسم الله على طول في الوصفه. عندي هنا نص كيلو دقيق ما يعادل حوالي 4 كوبايات. هحط عليهم معلقه كبيره خميره فوريه ومعلقه كبيره ملح ومعلقه كبيره سكر وكمان زيهم كمون مطحون او حب. هقلب المواد الجافه بس الاول كده مع بعض. عندي هنا نص كوبايه زبده بحراره الغرفه وكمان بيضتين برضو بحراره الغرفه. انتي تقدري تعملي الخطوات ديت بايديكي لو ما عندك. ملمس العجينه انا خدت بالظبط حوالي نص كوبايه ميه دافيه. معلش الخطوه دي انا كنت فاكره انها متصوره بس للاسف طلعت مش متصوره. وده القوام بتاعها ما بتلزقش وفي نفس الوقت طريه. انا بقى هنقلها في بوله واخليها تتخمر لمده نص ساعه. بعد مرور نص ساعه طبعا هي مش هتخمر قوي عشان خاطر البيض. انا هعملها كور صغيره. حاولي تصغري الكور على قد ما تقدري. هشكل كل الكميه بنفس الطريقه. انا عملت كل الكميه بنفس الطريقه. هبتدي كده ابرمها بالشكل ده. هفضل افردها على قد ما تقدري لحد ما تديكي الشكل بتاع الباتون ساليه. انا فردتها بالطريقه دي. طبعا تحاولوا تسووها ما تبقاش حته اتخن من حته او حته ارفع من حته. تقدروا تخلوها بنفس الطول دوت او تقسموها. انا بالنسبه لي هقسمها. طبعا ليكي مطلق الحريه ان انت تعمليها بالحجم اللي انت عايزاه. انا هعملها بالحجم الوسط دوت. هرصها كده في الصاج اللي انا هحطه في الفرن. هخلص بقى كل الكميه بنفس الطريقه. كل الكميه بنفس الطريقه. تقدروا تدهنوا وشه بصفار بيض بس انا هعملها بشويه لبن ونسكافيه اللي هي قهوه سريعه الذوبان. وطبعا مشغله الفرن عندي مسبقا. هدخله حوالي كده ربع ساعه لتلت ساعه ياخد لون من فوق ومن تحت على نار متوسطه. مش عايزاه على نار عاليه. ممكن تخلوه ساده وممكن ترشوا على وشه كده حبه بركه او سمسم او شويه كمون حب. هدخله بقى الفرن اطلعه لكم بشكله النهائي. شكله بعد ما استوى عايزه اقول لكم بجد طعمه وريحته تحفه. بصوا ده شكله من الظهر وده شكله من الوش. اتمنى ان انتوا تجربوه. يا ريت تسيبوا لي كومنت تقولوا لكم فيه ايه. على فكره نص كيلو بسم الله ما شاء الله طلع معايا كميه. ده بس يا دوبك نص صاج. في صاجين تانيين في الفرن. ما تنسوش تفعلوا بس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير وان شاء الله هنزل لكم وصفات تانية جديده.